أنا اسمي سليمان، عندي 69 سنة. أنا راجل طيب جدا وحكيم. أنا كنت عايش لوحدي بعد ما مراتي توفت، وفي مرة كنت ماشي في الشارع لفت نظري بنت في منتهى الجمال والرقة. ضحكتها عمرها ما بتفارق خيالي. البنت جميلة جدا كروحا وأخلاقا. حسيت بسعادة ناحيتها، وحسيت إن أنا كل ما بشوفها ببقى فرحان ومبسوط. مع شوية وقت كده بقى بيني وبينها صداقة اسمها ليلى. ليلى بقى دي هي حب عمري. أنا عايزة أحكي لكم القصة وأقول لكم قد إيه أنا عانيت من قصة جوازي بليلى علشان سني. ناس كتير جدا تعبتني من قراري في الجواز ده. يلا بينا نسمع حكاية النهاردة. أنا وليلى بقينا صحاب، حبيتها وحبتني، بس الأول بقيت أقرب منها علشان بس نتعود على بعض. ليلى كانت طول الوقت تتكلم معايا، وطول الوقت بتفكر معايا، وطول الوقت بتونسني، وبنت ذكية جدا وطموحة. وهي شافت فيا إن أنا راجل حكيم وأب ممكن يعوضها عن أبوها اللي توفى. مع شوية وقت الصداقة ديت بقت حب كبير قوي. أنا قررت إن أنا أتقدم عشان أخطب ليلى. ناس كتير بقت تقولي أنت إزاي في السن ده هتتجوز؟ أنت راجل كبير، مفروض إن أنت ما تتجوزش. إزاي يعني؟ إزاي إن أنا علشان حكم سني ما أقدرش أتجوز وأعيش حياتي زي أي حد؟ ناس كتير بقت تحكم عليا، وناس كتير بقت تغلطني من قرار الجواز ده من ليلى. بس أنا ما همنيش كل ده. أهم حاجة رضا ليلى، وأهم حاجة إن هي مبسوطة معايا، وأهم حاجة إن هي موافقة. زي ما بيقولوا أنا راضي وإنت راضي، مالك إنت ومالنا يا قاضي. أنا عشت أجمل سنين عمري مع ليلى. عشت حياة كلها سعادة وفرح وحب واحترام. عشت مع ليلى وحققت لها كل أحلامها، وليلى عاشت معايا ونستني شعور الوحدة القاسي اللي كنت أنا بعاني منه. مع شوية وقت ليلى ثبتت لي فعلا إن هي الزوجة المخلصة ونعم الاختيار ورفيقة عمري، وأنا ثبتت لها إن أنا الزوج المخلص الحنون. دي قصة من القصص. راجل عجوز حب إن هو يتجوز رغم سنه. الناس ما سابتهوش في حاله ولا سلم منه. ونفس اللي حصل معاه حصل للفنان محمود عامر. لو انت لسه ما تعرفش الفنان محمود عامر ده فنان مصري. اتجوز وهو عنده 69 سنة. شاف بنت صغيرة واتجوزها بره الوسط الفني. المشكلة هنا بقى ان في بعض الناس بدأوا ان هم يتريقوا على الفنان ويقولوا له يا راجل هو انت فيك حيل، وكلام كتير من ده. وده طبعا بيدل على ان الناس ديت مش طبيعية وغير سوية نفسيا. وطبعا الفنان محمود عامر كان متجوز ومطلق قبل كده، ولكن الجواز اسمه ونصيب، وهو حابب ان هو يعيش حياة جديدة مع اللي مرتاح لها. وهو قال بذات نفسه ان هي بسطاني وهي مخلياني شخص سعيد. يبقى ليه لا؟ الفنان ما عملش اي حاجة غلط ولا اي حاجة عيب ولا اي حاجة حرام. اي حد يا جماعة من حقه ان هو يتجوز، واي حد عايز ياخد قرار الجواز ياخد القرار الجواز. احنا ما نتدخلش، بالعكس الجواز والطلاق اسم ونصيب. ما ينفعش ان احنا نفضل نعيب في الناس مهما كانت سنها. اشوفكم على خير، واستنوني في قصة جديدة وحكاية جديدة مع إيمان إدريس. باي باي.